اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. النهاردة معانا موضوع مهم جدا جدا. مكون الكتروني يا اصدقاء حمى معايا اجهزة بحوالي 8000 جنيه. يعني المكون ده لولا المكون ده كان حوالي 8000 جنيه راحوا كده اونطة. لكن المكون او العنصر الالكتروني ده حمى الاجهزة دي. يبقى لازم نعرف ايه هو المكون ده وايه اهميته في الدايرة وايه وظيفته، وكل حاجة عنه ان شاء الله هنعرفها في الفيديو ده. هشرح لكم المكون ده وهقول لكم ازاي حمى معايا تمن الاجهزة دي اللي هي 8000 جنيه. هحكي لكم القصة بالظبط، تابعوني. اول حاجه دلوقتي يا اصدقاء، المكون ده هو اسمه الفيرستور. ايه هو الفيرستور ده؟ الفيرستور ده هو حمايه للدائره الالكترونيه. يعني المكون ده بيحمي معايا الدائره الالكترونيه او البورده بتاعتي. طيب انا هكلمكم بكلام بسيط عشان الكل يفهم. يعني مش هقعد اقول لك بقى ان مبدأ عمل الفيرستور انه يتم تعريض طرفي الفيرستور لجهد صغير عبر الاقطاب الكهربائية ويتدفق لتيار كهربائي قليل جدا، وذلك حسب خاصيته الانحياز العكسي. لا، انا مش هقول الكلام ده، انا هقول كلام بسيط عشان الكل يفهم. طيب دلوقتي الفيرستور ده بيبقى في اول الدايره دي. اول حاجه لازم احنا نعرفها، بيبقى في اول الدايره ليه؟ لان انا عايز احمي الدايره، يبقى بحطه في اول الدايره. تمام كده؟ هو بيحمي الدايره، او لو انا عايز احمي مكون برضو بيبقى قدام المكون. يبقى انا عايز احمي الدايره بتاعتي او البورده بتاعتي او الجهاز بتاعي، يبقى هو في اول الدايره. طيب ده بيبقى راكب توازي مع المكون او مع البوردة اللي انا عايز احميها. ازاي توازي؟ زي ما شايفين في الرسمة كده اهو. ده دخول 220. تمام. عندي ده طبعا البريدج او المنظم اللي هيحول معايا الفولت. طيب طرف معايا داخل على طول اهو على طرف الفيرستور ده. الفيرستور اهو اللي هو ده الطرفين بتوعه، طرف اهو والطرف التاني اهو. طيب طرف واخد 220 والطرف التاني رايح معايا على مقاومة 10 اوم. تمام. وبعديه لطرف الفيرستور. يبقى الحاجتين اللي بيتدمروا معايا او بيحموا معايا الدايره، المقاومه اللي قيمتها قليله دي والفيرستور. زي ما بيقولوا كده اصدقاء بالبلدي، بنضحي بالجنين عشان الام تعيش. يبقى احنا بنضحي بالمقاومه والفيرستور عشان الدايرة وباقي البوردة دي تبقى سليمة معايا والجهاز يعيش معايا ويبقى سليم معايا. طيب انا دلوقتي الكهرباء بتدخل معايا هنا. طيب انا ليه بركب فيرستور؟ الفيرستور ده اصدقاء علشان الجهد العالي ممكن يجي كده. يعني ممكن يجي جهد مثلا زي ما بنشوف كده فجأة كده البرق اللي بنشوفه في السماء ده، ممكن يجي كهرباء كده عالية مرة واحدة، فالفيرستور ده هو اللي بيتصدي لها. تمام كده؟ يبقى الفيرستور ده هو اللي بياخد الصعقة الكهربائية العالية دي عشان ما تخشش تتلف معايا المكونات اللي موجودة في الدايرة. تمام. فده طبعا بنركبه توازي قدام الدايرة او توازي قدام المكون اللي احنا عايزين نحميه. تمام. علشان يحمي معايا الدايرة. يبقى اذا انا دلوقتي التيار اللي هو مثلا مش هنقول بقى 220، اللي هنقول مثلا هنقول 300 و 380 فولت مثلا، داخل 380 فولت. ال 380 فولت دي هتخش منين؟ يعني هتخش من هنا من الطرف ده وهتخش من الطرف ده. يبقى اذا لما تخش من الطرف ده هتعدي على المقاومة، المقاومة هتنفجر وهتخش معايا هنا. يبقى اذا المكونين دول ادي واحد اتنين ده وده
هم دول اللي هيتلفوا معايا. يبقى اذا لما انا جا معايا شدة تيار او جهد عالي، انا حميت الدايرة كلها من خلال المكونين دول. يبقى المكون الاهم هو الفيرستور. طبعا ده زي ما قلت حماية للدايرة. يبقى انا عايزك تعرف النهاردة ان الفيرستور بيركب معايا في اول الدايرة او في اول الحاجة اللي انا عايز احميها او القطعة اللي انا عايز احميها. تاني حاجة بيركب توازي. تالت حاجة لما بيتعرض الى جهد عالي بيضحي بنفسه عشان البوردة او الجهاز يعيش. تمام كده يا اصدقاء؟ دول الثلاث حاجات اللي انا عايزك تعرفهم النهاردة من خلال الفيرستور. طبعا الفيرستورات اللي انتوا شايفينها دي يا اصدقاء انا شايلها من اجهزة، هنشوف مع بعض دلوقتي كده. طبعا هم تلفين، هنشوف كده دلوقتي. ادي ده فيرستور اهو. هنشغل كده الافوميتر، هنشوف كده ده كده تلف معايا اهو. طيب هنشوف واحد تاني زي ده كده مثلا اهو، تالف برضو معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. وده برضو تالف، يعني كلهم تالفين معايا. طيب ليه بقى؟ ايه اللي حصل معايا يا اصدقاء؟ بس قبل ما اقول ايه اللي حصل معايا، اهو بوردة زي دي كده بتاعة شاحن اهو. لو انا عايز طبعا ادي دخول الكهرباء ال 220، ادي طرف وادي طرف، بتخش طبعا معايا على البريدج ده. تمام. لو انا دلوقتي عايز اركب فيرستور، اركبه فين؟ اركبه توازي هنا كده يا اصدقاء. ادي طرف وادي طرف، يبقى هركبه هنا كده. تمام. ليه؟ لان انا دخول الكهرباء هتبدأ معايا من هنا. يبقى عشان احمي الدايرة دي كلها او البوردة دي بتاعت الشاحن او بتاع اي جهاز، يبقى انا لازما اركب معايا اهو، هركب معايا الفيرستور وهركب معايا مقاومة او فيوز قيمتها قليلة، بحيث ان انا لو جالي تيار عالي يبقى انا معايا حماية للدايرة. المكونين دول، المقاومة الفيوزية والفيرستور دول، الفيرستور ده يبقى حماية للقطع او للبوردة الالكترونية. تمام كده. نرجع بقى للحاجة اللي انا عايز اقول لحضراتكم عليها. انا جالي حوالي 4 كشافات. الكشاف لا يقل عن 2000 جنيه، يعني اكتر من 2000 جنيه. تمام. طبعا الكشاف كان المفروض او المعلومات اللي بتبقى مكتوبة عليه ان هو بيشتغل من 110 لحد 220 فولت، يعني مش اكتر من كده. تمام. فطبعا تقريبا حد وصل له فولت اعلى، تقريبا تبع شركة او حاجة، فموصل له حوالي 380 فولت. جاني ايه بقى يا اصدقاء؟ لان الحاجات دي طالعة من الكشافات، ان الفيروستورات دي كانت في اول الدايرة مع المقاومة. لو هشوف لكم مقاومة دلوقتي اهو يا اصدقاء، دي كده مقاومة فيوزية اهي متفحمة خالص مع الفيروستور. يبقى الكشاف كله انا صلحته من خلال ان انا غيرت المقاومة والفيروستور دول. الكشاف كله سليم 100%، ما غيرتش اي حاجة في الترانس بتاع البوردة بتاعته ولا في الليدات. تمام. يعني لا في الليدات ولا في الترانس. وحضراتكم تقدروا تتأكدوا من الحاجة دي لان انا عامل الفيديو موجود على القناة في اصلاح كشاف كبير، هتلاقوه موجود على القناة. تمام. كان العطل هو الفيرستور والمقاومة اللي هي الفيوزية دي، هم دول بس. اول ما غيرتهم الجهاز اشتغل معايا مفيش اي مشكلة. يبقى اذا لو القطعتين دول مش موجودين في اول البوردة كان الكشاف كله تلف معايا، الليدات بالقطع الالكترونية كله تلف معايا. يبقى اذا انا كنت هخسر كام في الكشاف؟ حوالي 2000 او 2000 ونص في 4 كشافات، يعني حوالي 10000 جنيه او 8000 جنيه. لكن بقطعتين زي دول او بقطعة زي دي حمت معايا الكشاف. يبقى اذا احنا النهاردة كان لازم نتكلم على القطعة دي، وقطعة مهمة وفايدتها، وزي ما قلت لكم على ال3 حاجات اللي احنا لازم نبقى عارفينهم عن الفيرستور. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد، كل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.